سلام، مرحبا بكم في قناتي مطبخ نور الأيام. اليوم جبت لكم دولمة في الفرن بصوص حمراء. مكونات سهلة وبسيطة وسريعة التحضير. إن شاء الله تعجبكم وتجربوها. تابعوا معي الخطوات. عندنا بطاطا اللي كنا قسمتها، حبة كبيرة قسمتها على زوج ونحيت لها الداخل، حفرتها. وقرعة ثاني كما راكم تلاحظوا في الفيديو. والحشو عندنا فيون داشي والرز كنت طيبته شوية، وبصل وثوم وحشيش قزبر وليزي بيس والملح كما راكم تلاحظوا في الفيديو. نخلطوا كلش المكونات تاع الحشو، البصل والثوم مع فيون داشي والرز، نزيدوا الحشيش، ليزي بيس، كركم، راس الحانوت، زنجبيل ملحي وفلفل اسود والملح، بلا ما نساو الملح اكيد. نخلطوا كاع المكونات حتى يتجانسوا مليح. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وتعجبكم. كاين سر باش تجيكم الدولمه تاعكم بنينه، لازم قبل ما تحشوا البطاطا والكورجات تقلوهم، تحمروهم شويه في المقله، راح تعطي لكم بنه خياليه بزاف بنينه، بنه مش نورمال. كي تحمروهم في المقله باش تحشوهم وتدخلوهم للفرن راح يتغير الجو تاعهم، يولي بزاف بنين، تجي دولمه بنينه ومعسله ما شاء الله. ندو البطاطا تاعنا نحمروها في الفرن، في المقله عفوا، المقله نقلوها في المقله، ونقلو ثاني القرعه تاعنا كيما راكم تلاحظوا في الفيديو. وصفه سهله وبسيطه، تقدروا تعوضوا الفيونداشي بالدجاج ملحي اكيد، كل واحد ومقدوره. ما تنساوش جيم وتعليق للفيديو وابوني للقناه وتشعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد. ان شاء الله تعجبكم وصفه نهار اليوم. عندنا الصوص نديرو طماطم نربيوها، نقلوها شويه في المقله، ونديروا لها لي بيس، فلفل كحل، بابريكا، زنجبيل ملحي وراس الحانوت، ونزيدوا لها كاس تاع الماء باش تولي شويه خفيفه كما راكم تلاحظوا في الفيديو. هاني نحشي هنا في البطاطا اللي كنت قليتها وحمرتها شويه، نعمرها كامل، نزيد نعمر القرعه تاعنا. تكوني وصفه سهله وسريعه وزيد بزاف بنينه، طبق رئيسي ويشبع ويجي زاكي ما شاء الله. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وتعجبكم، تخلوا لي رايكم في التعليقات. كما راكم تلاحظوا في الفيديو نعمروا القرعه والبطاطا، نحطوهم في البلا اللي يدخل للفور. من بعد نجيبوا الصوص اللي طيبناها، صوص طوماط تاعنا، زدنا لها كاس تاع الماء باش تخفف شويه، ونفرغوها في البلا تاعنا هكا باش نضمنوا كل شيء يطيب على قامح، يطيب براحته. وتجي ثاني صوص تاعنا معسله ما شاء الله، صدقوني دولمه بنينه بزاف. نحكموا ورق الطبخ تاعنا بابي كويسون، ونزيد نغلفوها به، ونزيدو بابي الومنيوم وندخلوها للفرن. تقدروا ثاني كي طيب تزيدوا لها جبن مبشور اختياري. وهذه هي الوصفه تاع نهار اليوم، ان شاء الله هي تعجبكم وتجربوها. ما تنسوش تجربوها وتخلوا لي تعليق. سلام، ما تنسوش جيم للفيديو وابوني للقناه.